جدل كده الناس كلها عماله تتكلم فيه حوالين الدكتور العوضي وسبب موته ومات ليه وبتاع وسبب النظام الغذائي بتاع الطيبات والكلام ده كله وما الى غير ذلك من الكلام ده كله. سيبك بقى من الحته دي وادخل على الحته بتاعت تامر حسني اللي هو طلع وقال الحقونا وهل النظام ده صح ولا غلط، والاكل المرشوش والاكل مش المرشوش وبتاع والكلام ده كله. وطلع يرد مين عليه بقى؟ دكتور اسمه الدكتور منتصر، قال له بس يا تامر وبلاش خرافات والكلام ده كله، بلاش بقى تهيج الجمهور وتهيج الناس والكلام ده كله، عشان تامر طبعا لو قال كلمه في الكلام ده هيبقى ليه ضجه والكلام ده كله. وقال له لو انت عايز بقى يعني تفكر صح هبعت لك كتاب كده مش فاكر اسمه الكتاب ايه عشان تعرف تفرق ما بين الخرافه والعلم والكلام ده كله. وطبعا هو بيكلمه كده علشان عارف ان هو لو اتكلم على حاجه بتاعه الطب والكلام ده كله هتبقى يعني ليها ضجه كبيره جدا جدا في المجتمع او الكلام ده كله او ما الى غير ذلك. وقال له خليك في الفن بتاعك وبس مالكش دعوه. المهم سيبنا من الكلام ده كله وادخل على لب الموضوع. طيب انا بتكلم ليه بقى على الموضوع ده كله؟ ان الدكاتره فعلا هل هم ليهم سبوبه؟ هل هم فعلا شغالين عشان ياخدوا من الناس سبوبه فعلا؟ ايوه فعلا الكلام ده صحيح، الكلام ده حقيقي. طيب دليلك يا باشا؟ دليلي اي واحد متجوز، اي واحد عنده عيال، اي واحد معاه مراته او اخته او اي حد او واحده ست، والستات عارفين الكلام ده كله كويس. لما حضرتك تروح عند الدكتوره او الدكتور او الكلام ده كله وتكشفي، تبداي تكشفي عند دكاتره النساء خصوصا بتوع النساء، تابعتي مع الدكتور مره واثنين وثلاثه وبتاع والكلام ده كله، هوب دخلنا على العمليات. ما ينصحهاش ابدا انها تولد طبيعي، دايما وابدا الدكتور يقول لها تولد قيصري. وتبدا بقى الايه بقى؟ تبدا بقى الفلوس، يبدا الصرف، يبدا بقى الدكتور يقول لك بقى العمليه دي هتتكلف 15، تكلف 20، تكلف 25، تكلف كذا وكذا وكذا والكلام ده كله. وتلاقيه بقى دخلك على سين وجيم وحوارات وحكايات وحواديت وقصص، وهات لي كذا وكذا وكذا وايه وموال. واما تدخل بقى المستشفى بقى تدخل بقى على ايه؟ على التمرجيه والمصاريف وبتاع وتدي دي وتدي ده ومش عارف ايه والكلام. واما تدخل بقى الحضانه برضه نفس الكلام والحكايه والحوارات، كله عايش على السبوبه. لا، اوسخ من ده كله بقى تاني. انا كنت كاشف من فتره على دوالي عندي في رجلي. الدوالي دي الدكاتره بتاعتهم عاملين اعلانات بارقام خزعبليه. انت بس عشان تروح تكشف عندهم 800 جنيه كشف، بس 800 جنيه. طب لو انا هعمل عمليه، لا لو انت هتعمل عمليه بقى دي حاجه تاني خالص، بسعر يعني خزعبلي برضه عشان تبقى فاهم. بالنسبه لنا احنا كطبقه فقيره، كطبقه على قدها يعني، بالنسبه لنا احنا سعر خرافي. على رجل واحده بس الدكتور كان بيتكلم في 32,000 جنيه. ده دوالي، مش هقول لك بقى مفصل ولا هقول لك عظام ولا جراحه ولا حاجات من الحاجات الكبيره دي. احنا عايشين متعايشين بيها الحاجات دي ومفيش مشكله خالص. لكن احيانا بتقلب، احيانا بيبقى فيه وجع، احيانا بيبقى فيه يعني انت تعبت وعايز تتعالج فلازم تكشف. لما اروح اكشف بس 800 جنيه كشف. وما ادراك من يعني من الحاجات التانيه الكتيره جدا جدا. في حاجات احنا لو اتكلمنا عليها هتلاقي مواويل وحكايات وحواديت وقصص. فالاجابه هنا بقى الدكاتره كلهم داخلين على السبوبه دي من زمان في كل حاجه، في كل حاجه. مش بس الاكل ولا الشرب ولا الكشف ولا العلاج ولا المصاريف ولا الكلام ده كله. وكمان هقول لكم لو انك انت بتروح تكشف عند دكتور او دكتوره او الكلام ده كله بتلاقيه يديك يكتب لك الروشته ويقول لك هاتها من صيدليه كذا علشان هو بياخد نسبه. او اعمل لي بقى التحاليل دي وروح اكشف عند المعمل الفلاني، المعمل ده كويس وبرضه واخد نسبه منه او الكلام ده كله. زمان ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه انك انت تروح تعمل تحاليل ولا تكشف ولا الكلام ده كله خالص. ما كانش فيه انك انت الست تاخد تصرف على بال ما تيجي تولد بس تصرف لها حركه 10,000 جنيه ولا الكلام ده كله. واما تيجي تولد الشخص نفسه او الراجل نفسه اللي هو مراته بتولد بيبقى عايز يعمل جمعيه. وفعلا لما بتبدا الست بتاعته في الحمل بيبتدي يفكر في جمعيه، والجمعيه يكون عاملها على يوم الولاده بالظبط علشان يبقى معاه فلوس يقدر يصرف. ده لو اول مولود، ما بالك لا لو اثنين او ثلاثه او اربعه. ايا يكن بقى انت مختلف او متفق في حكايه الخلفه او حكايه الاولاد او الكلام ده كله، ده حاجه تاني خالص. احنا بنتكلم على نقطه السبوبه، بنتكلم على ان الدكاتره بتاخد سبوبه من الناس كلها. فهل فارحمونا وبلاش يعني تتكلموا في نقطه ان هل في سبوبه ولا ما فيش. الدكاتره فعلا يعني في سبوبه، في سبوبه كبيره جدا جدا. فارحمونا وبلاش يعني اللي انتوا بتعملوه فينا ده. سلام.